مساء الفل على الكل. بس انا بتكلم كده في موضوع، اصل الواحد نام صحي لقى ما شاء الله كده، يعني السوشيال ميديا بكل اطيافها بناس قدام قوي كده عمرهم ما فادوا الزمالك وبيتحسبوا علينا من ناس من الزمالك الرموز النادي. لا، واللي بقى اللي يضحكك صفحات تنتمي للنادي الاحمر، تخيل ان هم كاتبين شيكا خط احمر وانهم بيدافعوا عن شيكابالا. لكن هم نسيوا لما كانوا بيشتموا شيكابالا بالأم والأب ويشيلوا النعش ويسمينه المرحوم ويهنوه في عرضه وفي أسرته، ويرموا لعب كده دباديب بتاعت قرود ويرموها وموز ويرموها ويهتفوا ويشتموا كل ماتش. حتى الماتشات اللي احنا ما بنبقاش فيها طرف كانوا بيشتموا شيكابالا فجأة كلهم. الا انت فين يا اخويا انت وهو يا احمر كده، يا اللي بتنتمي للنادي اللي بتقول عليه اصل احنا واحنا كنت فين؟ ما دافعتش ليه عن حسام عاشور؟ ما دافعتش ليه لما النادي اجبره انه يعتزل؟ ما دافعتش ليه عن الكابتن اللي المفروض احنا نقول هنا كابتن وهنا كابتن وهنا شال بطولات زي ما انتوا بتقولوا اكتر، وقال لهم مش عايز اعتزل وسيبوني افكر؟ ما سابوهوش يفكر. ولما رجع قال اوافق على الماتش. طب كلم لنا طرف يجيب الماتش، مش عارفه ايه. الناس بقى ترد عليا تقول لي ايه؟ لا اصل هو كان بيكلم تركي اللي اهان النادي عندنا واهان رئيس النادي. ده على اعتبار انه مش نفس الموضوع ونفس الحاله، انه بيتواصل مع شخص بيرفع قضيه عن النادي عندنا، فاحنا من حقنا ان احنا نتضايق. ما دفعتش ليه عن حسام عاشور؟ لكن ده انت قلت لا هو غلطان، مجلس الإدارة عرض عليه الاعتزال وعرض عليه انه يشتغل ويديله دورات تدريبية لكن هو رفض. هو انت ما عملتش كده؟ ما عملتش كده ليه لما انت كنت بتعشق حاجة اسمها سيد عبد الحفيظ وهو دوت الحراق وهو ده اللي مضايقه؟ يلا انزل رد عليهم. ايوه يا اللي مش عارف ايه. ما سمعناش يعني نفسك ولا حسك ولا اي حاجة ولا الإدارة. وتعالوا هنا بقى بعد الزملكاويه، اقسم بالله ثلاث ارباع اللي بيقولوا على نفسهم رموز دول لما كانوا بيبقوا موجودين في الاستوديوهات كانوا بيقولوا هو شيكا نزل من اول المباراه ليه؟ كلنا عارفين ان شيكا غير قادر يلعب 90 دقيقه، وشيكا معروف انه يلعب اخر تلت ساعه نص ساعه. كلكم دلوقتي شيكا خط احمر، وانتوا الرموز اللي ما شفنا حد فيكم لو وقف جنب زمالك ولا في مشكله ولا في حل اي قضيه ولا كلم ولا وقفتوا جنب شيكابالا وقلتوا شيكابالا خط احمر لما توقف من احمد مجاهد 4 شهور الا ما سمعنا حسكم. واللي هي جت على المزاج كده والطبطبه، يلا بقى دي جات لنا كده احنا بنكره المجلس ده، يلا بقى كلنا نخش بقى شيكا خط احمر شيكا خط احمر شيكا خط احمر. الا ما سمعتش حس حد فيكم حل مشكله للزمالك او حتى عمل موقف نقول ده للزمالك. وبعدين ايه؟ يلا يلا استقيلوا استقيلوا استقيلوا. وبعدين بقى بعد الزملكاويه وفتوح ماشي وفتوح هيمشي، وبصراحه بقى لو ما عرفوش يجددوا الفتوح لما عرفوا ان زيزو اكيد قاعد يبقى لازم يمشي. هو مين ده اللي فتوح عايز يمشي؟ لا معلش بقى، هو لو فتوح اتعرض عليه 50 مليون 60 مليون في موسمين وهوب يلا هنديك عربيه وربنا، زي ما ناس كتير قوي اتعرض عليهم، حضرتك هتعمل ايه عشان يقعد عندك ولو جاله عرض اكبر؟ ما حضرتك كده قول لي هيجيله هتقول له ايه؟ لو كانت زي ما انت بتقول ما كانش كريستيانو راح السعوديه واللعيبه الكبار وماني ودول راحوا السعوديه، دول راحوا عشان الفلوس والله يا فندم. فحضرتك بقى عايزنا ناكد لك ان فتوح لو جاله عرض قد عرض الزمالك 4 5 مرات احنا هنقعد، او لو قال انا عايز 70 مليون حضرتك. طب ما يجوا الرموز بقى اللي بيدافعوا دلوقتي ما يشاركوا ويدفعوا، يقولوا والله لو النادي قدرته يدفع 20 مليون احنا ال20 التانيين هنلمهم بقى، ده احنا يعني روحنا فدا النادي ده. ولا انتوا كلام 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 وبس؟ واستقالة استقالة استقالة دي إدارة من جمعية عمومية، بطلوا زيف. وبعدين هنا أنا مع احترامي ليك يا شيكابالا، ده معلش ده أنا عاملة الكفر بتاع البروفايل بتاعي صورتك وياما الواحد دافع. هو مش رئيس النادي ده اللي وقف قدامهم لما تنمروا عليك وأهانوك وشتموك وقال أنا مش هسكت و هو حضرتك لما كنت بتختفي ساعات وتروح وتقفل تليفوناتك وسط بيتصل بيك وما بيجيش، مش كان حضرتك هو مش حضرتك مره طلعت في حوار مع مجدي عبد الغني قلت انا عايز انهي حياتي في الاسماعيلي؟ احنا مش نسينا كل ده. وحضرتك ده انت توهجك وتألقك في الفتره دي، حضرتك مسؤول عن اوضه اللبس. حضرتك لما تنزل بوست وتقول اصل مش عارفه الرجاله ايه مش مكسور عينها، اسقاط على مين؟ مين اللي كسر عينه؟ هل رئيس نادي الزمالك؟ حضرتك حد اتهمه قبل كده انه خد هدايا مثلا ثمينه بملايين؟ هل حد قبل كده اتهمه انه صرف عليه في دعايه انتخابيه او فلوس؟
حد اتهمه بكده عشان يبقى مكسور عينه، او مثلا كان بيشتغل في مؤسسه واتهم بالفساد وخرج بكفاله ملايين؟ لا حضرتك، لا يصح حضرتك، لا يصح. حضرتك يا كابتن شيكابالا قدوه ورمز لجماهير الزمالك. حضرتك عندك 37 سنه، مهما قعدنا في الملعب كمان سنه بس نسيب سيره، كل الناس اللي عماله تقول شيكا خط احمر ولا حد فيهم حضرتك هيتكلم عنك بعد كده. اللي هيبقى في ظهر جماهير الزمالك دي اداره، لا يصح. وايوه من حق رئيس المجلس النهارده ما يجرؤش لاعب من النادي الاخر يتصل بتركي آل الشيخ او يتواصل معاه. ده حضرتك شافوا مجدي عبد الغني في الاسانسير ما سلموش عليه، تخيل بقى يطلعوا في اسانسير واحد وشهم في وش بعض وما يسلموش عليه علشان خاطر خايفين من رئيس مجلس الاداره يقول لهم سلمتوا عليه ليه وهو بيهين النادي عندنا. يبقى حضرتك يعني انا مش فاهمه الناس بقى اللي بتتكلم وتقول لك اصل الرموز وبعد الرموز. والله لا يجرؤوا. حضرتك بتقول انا بتواصل مع الناس التانية واعرفهم وانا شدتهم. لا حضرتك ده شخص على طول. ومين اللي مش حاجز؟ هو فين ده اللي مش حاجز؟ ما يطلع لنا ورقه يقول تنازلت عن القضيه. لكن ما ينفعش تتواصل مع ناس بتهد نادي الزمالك ومكروه لدى جميع جماهير الزمالك. ما ينفعش. لو بصينا الناحيه التانية ما ينفعش يحصل ده. ارجوكوا الناس بقى اللي عماله تقول اي كلام، هي جات لكم على الطبطاب. انتوا احسن حاجه ليكم التجاهل، عارفين انتوا عاملين ايه. والله العظيم انتوا بتبسطوا الناس قوي. الناس عارفه اخره يلهوا ايه. عارف انت اللي هو رمينا لكم بقى لعبه وخشوا. شيكا خط احمر احنا بس اللي كنا بندافع على شيكا، ما حدش من الرموز دول دافع عنه، ولا حد من جماهير الناحيه التانيه كانوا بتدافع عنه. احنا مع الزمالك، احنا مع الزمالك مش مع حد تاني. وعيب، عيب قوي اللي بيحصل ده. انتوا تضحكوا، والله العظيم انتوا تضحكوا. انتوا فاصل كوميدي.